صباح الخير او مساء الخير حسب ما بتشوفوا الفيديو. النهارده بقى عندنا فيديو جميل جدا وسريع، والله الاكل ده ما خدش يعني ساعه كده، على طول على طول. تعالوا نشوف الفاصوليا، طريقه جدا هتعجبكم قوي قوي، والبتنجان المخلل بقى والرز بشعريه. تعالوا كده نخش على الطريقه على طول. المهم هنا ايه، كنت بضرب طماطم في الخلاط، وانا هعاني شويه مع الخلاط لان ايه لسه جديد واول مره اعمل فيه يعني. هو فريش بس جميل جدا يعني، هو حلو يعني، بس ما كنتش عارفه بقى بيتحط ازاي وكده. المهم ضربت الطماطم الحمد لله وهجيبها، وهنا معايا لحمه ورا كنت غسلاها لان هي كانت في الفريزر، لكن اللحمه في الاساس ما بتتغسلش، يعني لما بتجيبيها ما تغسلهاش، لكن لو حطاها في الفريزر وجيتي طلعتيها لا تمام بتغسليها عادي. هنا بقى جابت ماما كده حله، والحله اللي ورا دي فيها ميه بتغلي عشان ايه نسلق اللحمه. ممكن تشوحي اللحمه، بس احنا قلنا المره دي نغير وايه ونسلقها، يعني احنا كل مره مثلا بنشوحها مع البهارات والكلام ده كله بتكون جميله ولذيذه قوي، بس قلنا المره دي نسلقها. والحله التانية هنا حطت معلقه سمنه بلدي، وبعدين حطت قطعه كده كبيره من الزبده النيوزيلندي. النيوزيلندي جميله جدا وبتخلي ريحه الاكل وطعمه جميله. وبالذات لما بتعملي بيها الحلويات بيكون تحفة قوي، يعني بالذات البسبوسة والسيليبون والكلام ده كله لما بتعمليها بالزبدة النيوزيلندي بتكون تحفة. المهم هنا عندي الفاصوليا، غسلتها بقى، جيت اغسلها هنا مرة واتنين، وكان في كده كام واحدة ماما سابتهم، مش مشكلة مش مشكلة. هنعملهم يعني. المهم تغسلي بقى الفاصوليا ايه كده حلوة قوي، عشان بتكون فيها تراب والكلام ده كله، يعني زرع بقى وكده. فهنا غسلتها كده اول مره، وبعدين هبدا اغسلها مره كمان. ممكن تحطي شويه خل صغيرين في الطبق وانتي بتغسليهم عادي جدا، بس انا كان دلوقتي يعني في الوقت الحالي اللي انا كنت بغسل فيه الفاصوليا ده ما كانش عندي خل، بس هبعت اجيب عشان نعمل بقى ايه الدقه بتاعت البتنجان القمر اللي احنا شفناه ده. المهم انا هنا بدعك الفاصوليا، مش بدعكها اللي هو بقسى عليها مثلا، لا هو بالراحه كده عشان الفاصوليا بتاعتك ما تتكسرش. وهنا كنت غسلتها بقى ايه كده حلو، وبرضه هديها كده صدفه تاني، وهسيبها كده تتصفى لغايه لما البصله ايه تاخد لون كده معانا، تاخد يا دوب مش لون اللي هو التدبل. تدبل ماما بجد هتعمل الفاصوليا بطريقه جميله جدا جدا جدا، ويمكن اول مره هتشوفي الطريقه. آم اللهم صل على النبي، كنا هنا بنوطين يعني على الزبده، وبعدين ايه كانت ماما بتقطع اللحمه وانا اخد منها اقوم حاطه على طول، تمام هي كده اصلا مغسوله وكانت زي الفل. والله يعني اللحمه اصلا ما طلعتش ريم او اي حاجه، وهتشوفوا تمام كده. هنبدأ بقى ايه، ماما هتديني كده اللحمة وافضل احطها وبس كده، ما فيش اي حاجة تاني. بس المهم لا، بس والله طريقة الفاصوليا هتعجبكم يعني قوي، لان هي عملتها بطريقة كده جديدة وحلوة قوي. هي دايما بتعملها بس في اختلاف، فهي المرة دي عملت كله كده في بعضه، فكان التيست كان جميل بصراحة. هنا سيبنا كده قلنا تغلي شوية، وبعدين نحط ايه البهارات والكلام الحلو ده كله. بصوا بقى، هنا كنت عملت لماما بصل في الكبه حلو كده، هتبدا ان هي ايه حطي كل البصل لان البصل غالي فلازم تحطي كله. حطي البصل، وزي ما قلت لكم يا دوب البصل بس يدبل، مش عايزين اللي هو ايه ياخد لون او اي حاجه. وبعدين بقى هتجيبي ايه نص معلقه كده من الكبيره دي من الثوم، عشان تدي الاكل بتاعك تيست وريحه جميله جدا. ماشي، ماما برضو بدات ان هي تقلب اللهم صل على وتشمي ريحته وحلاوته ده. هنبدا بقى نحط الايه الفاصوليا على طول بتتحط مع الايه، حطيته مع البصله. احنا كل مره بقى بنعمل ايه، بنعمل التسبيكه اللي هو البصله والثوم، وبعدين نحط بدل الفاصوليا الطماطم، تمام كده. وبعدين بتفضل اللي هي ايه تتسبك، ولو انت واخده انك تحطي الفاصوليا كده على طول حطيها، لكن احنا كل مره بنعمل ايه بنجيب صينيه، وماما ايه تفضل تشوح الفاصوليا شويه مع معلقه سمنه كده كبيره وفصين توم مهروسين، بيديكي برضو تيست للاكل حلوة قوي وريحه كمان. فالمهم اللي هي ايه المره دي حطت الفاصوليا مع البصل، تمام. وبعدين هنبدا بقى نديله شويه بهارات، هنديله فلفل اسود وكمون، وكمان رشه من السبع بهارات، بس يا جماعه الرشه يعني حطت رشه صغيره جدا لان هي عاملاها فلسه اساسا معموله ومركزه قوي. وحطت كمان كزبره، وهتحطي بقى تظبطي الملح بتاعك، وكمان حاطه رشه كده من اللي هو مرقه الدجاج اللي هي البودر، تمام كده. وبعدين حطت ده البودر بس، رجعت حاطه شويه من التانية يعني، دي اللي هي مرقه الدجاج العاديه، بس حطت رشه من التانية برضو. وهتحطي رشه من البابريكا بقى عشان الصلصه بتاعتك تكون حمرا كده وجميله. انا مش عارفه رغايه كده ليه. المهم فهتبداي تشوحي كده الفاصوليا ماشي كده. وهنا كنت انا جبت لها البابريكا بتحطها اهو، وهتشوحيها ايه بقى يعني بتاع حوالي 5 دقايق كده، يعني شوحيها كويس فاهمني.
التشويح ده بيدي تيست للفاصوليا جميل جدا. احنا برضو بنعمل الباميه بنشوحها الاول، بنحمرها. يعني فيديو الباميه عندكم، بنحمر الباميه الاول، لما بتتحمر بتكون جميله جميله قوي. ماشي. هنا سيبناها ايه بقى ان هي تاخد وتدي مع بعضها. كانت هنا اللحمه، بصوا والله كانت اول مره اشيل الغطا من على اللحمه. بصوا ما طلعتش ريم خالص. حطينا بصل وطماطم. هتحطي بقى ايه لو شفتوا في فيديو البهارات اللي انا عاملاه، البطرمان اللي احنا عاملينه بتاع الشوربه، حطينا كده، ماما حطت شويه منه اللي هو كباب صيني وفلفل اسود وورق لورا وقرفه وحبهان. الحبهان بيكون في الشوربه جميل جدا جدا جدا. حطيت كده شويه. ولو عايزه كمان تحطي رشه سكر على اللحمه عشان تستوي بسرعه، يعني حطي. ماما كمان حطت على الفاصوليا رشه سكر عشان ايه؟ الحموضه بتاعه الطماطم وكده. فاحنا اي حاجه فيها طماطم بنحب نحط فيها ايه؟ رشه سكر. هتبداي بقى تجيبي الطماطم بتاعتك تحطيها. الطماطم اصلا حلوه في السوق عموما، او في اي حته انت بتجيبي منها يعني. هي حمرا وحلوه يعني، فما كانش محتاجه بابريكا او اي حاجه. بس احنا برضو حطينا عشان ايه؟ البابريكا بتدي تيست كده جميل. المهم جيت هنا اعمل ايه؟ الدقه بتاعت البتنجان كان فيها توم. الكبه حطيت فلفل، وهحط كمان اللهم صل على النبي، حطيت فلفل والثوم، واحط البهارات، ملح وكمون وشويه كزبره. تمام. بس كده ما بتحطش عليها اي حاجه تاني. وبعدين لما تخلص هوريكم بقى احط الليمون. يعني البتنجان بيحب الليمون كتير. ليمون وخل. هنا كنت الحمد لله جبنا الخل. كده زي ما انتم شايفين حطيت الكزبره والكمون والملح، وبعدين هبدا اضربهم كويس جدا. وايه؟ وبعد كده هحط بقى الليمون والحاجه زي ما انتم شايفين كده. ممكن تحطي حته فلفل احمر كده او هريسه شطه لو عندك، بس احنا لسه ما عملناش الهريسه، فهنعملها ان شاء الله الايام الجايه. هنا كنت بقى بخلص كل حاجه في الكبه. بصي همسحها كده. همسح اللي في الكبه كله. المهم وجبت بقى الليمون. هبدأ اللي انا اعصره بقى كده على الدقة. بجد طعمها جميل. هي ايه كان ناقص؟ يعني رشة كده من الملح، وماما حطيتها يعني، بس ما كانتش الكاميرا شغالة. كان ناقص كده ايه؟ رشة سخنتوطة كده. بس كده هبدأ احط بقى الليمون. وتحطي الليمون على طول اول ما الدقة تتعمل عشان الدقة ايه؟ يعني ما تسمرش معاكي، فاهماني؟ هنا برضو كان جاب الخل اخويا بقى وكده. المهم هبدأ احط بقى في الكبة شوية الخل والليمون عشان ايه؟ اخد بقية لان البهارات كانت من الكبة طارت كلها في الكبة يعني. فالمهم عشان انا انزل كل ده، فحطيت الليمون والخل فيه. وهبدأ ان انا المهم انتوا شايفين. ماشي كده. طبعا بقى متنسوش تحطوا لايك للفيديو، لان الفيديو بجد والله هيعجبكم قوي. بس بدأت ان انا ايه؟ انزل كده كله زي ما انتم شايفين، وايه هحطها ايه على الدقة. كانت تحفة تحفة والله العظيم. كان طعمها حلو قوي البتنجان ده. البتنجان محبوب عموما يعني. هنا بقى جينا نقلي البتنجان بتاعنا الجميل اللذيذ. ممكن بقى تعملي البتنجان ده، او اللي هو البتنجان اللي هو الكوب الكبير ده اللي تقطعيه شرايح وتخلليه، بيكون برضو حلو قوي. فبس احنا عملنا بتنجان ده. بصي بقى اللي هو اول ما البتنجان يطلع تقومي ايه؟ حاطه فيه الدقه عشان ايه؟ الدقه تتشرب في البتنجان كده ويكون طعمه حلو. تمام كده. فماما هنا جابت حطيته في علبه عشان تقفل العلبه على البتنجان. فايه اللي هو يتشرب كويس ويبقى طري. هو اصلا بصوا يا جماعه البتنجان طري وجميل جدا. تمام. هتبدا تحشي بالكويس طعمها حلو. المهم وهنا بقى هنبدأ نعمل ايه؟ الرز بالشعرية. تمام. يعني فاصوليا او طبيخ جنبيه رز بشعرية. في ناس بتحب الرز الابيض، بس احنا بصراحة بنعشق الرز بالشعرية. هنا بقى ماما جابت سمنه برضو، ولا حطت زبده وشويه زيت. الزيت طبعا عشان بيفلفل معاك الرز وبيديله كده لمعه حلوه مع الزبده. الزبده بالذات يعني. وبدات ان هي حمرت الشعريه. بص اتحمرت بسرعه قوي سبحان الله. وبعدين ايه؟ كنت انا غسله لها الرز. حطينا كده الرز، وتحطي ايه؟ الرز تشوحيه شويه كده مع الايه؟ مع الشعريه تشوحيه شويه ايه؟ حلوين عشان يبقى الرز مفلفل معاكي. تمام. وهنا برضو كنت انا خرطت لها الملوخية. تمام. عشان نعمل بقى شوية ملوخية حلوين كده، ونعمل لسان عصفور وحاجات حلوة كده كتير. المهم هنا بقى زي ما انتم شايفين كده الرز بالشعرية اتفلفل معانا وبقى كله تمام تمام. هتجيبي بقى ميه سخنه او ميه عاديه او ميه اي ميه، وتسقي الرز بتاعك طبعا بعد ما حطيتي له الملح وظبطتيه.
وكمان حطينا رشه من مرقه الدجاج البودر زي ما قلت لكم. تبداي بقى تحطي الميه بتاعتك المظبوطه للرز اللي انت بتستعمليه يعني. وهو كده يعتبر غلي 5 دقايق، وايه تقومي ايه موطيه عليه. ماما برضو هنا جابت ايه شويه لسان عصفور صغيرين وقالت تحمرهم. بصوا يا جماعه الشوربه وجمالها، والله كانت تحفه تحفه كده. كان ناقص لها بقى شويه الملح، وقمنا حطيناها وبعدين هوبا كده ايه على لسان العصفور. بصوا بقى ماما بتعمل حاجه حلوه قوي في لسان العصفور، ما بتخلوش يغلي. هي حطت اللسان عصفور وحطت مكعب مرقه وحطت ظبطت الملح وحطت فص الثوم وقامت طافيه عليه. بصوا ورا اهو مطفى عليه، والله ما غليته. هي سابته مع الميه السخنه مع الشوربه السخنه يستوي منه فيه، لان لو خليتيه يغلي كتير على النار هيبقى الحبايه بتاعته كبيره. وزي ما شفتوا الفاصوليا حطينا عليها اللحمه وبقت قمر واستوت وكله تمام. كل الاكل استوى، قلنا بقى نعمل اخر حاجه ايه شويه الملوخيه القمر اللي انتوا هتشوفوهم دول. جبنا برضو الشوربه. بص الشوربه كانت جميله جدا، وتحط لها ايه معلقه توم من اللي انتي عاملاها، التوم بالكزبره. تمام. وهتبدا هنا ماما كده تفكك الملوخيه، تفككيها كويس جدا، وعندك التوم على العين التانية. تمام. مع الزبده التوم بقى يعني الطشه دي لما بتتعمل يا جماعه بالزبده بتودي الاكل في حته تانية خالص. المهم تحطي بقى شويه الكزبره بتاعتك الحلوه الجميله على الثوم. لسه طبعا عاملين برضو الكزبره وريحتها نفاذه وطعمها نفاذ قوي يعني قوي. المهم اهم حاجه في الثوم ما تسيبوهوش اللي هو ياخد لون عشان ما يمررش معاك الملوخيه وكده وتبقى الطشه مره يعني بمعنى اصح. بصوا جميله ازاي وفاتحه، وكان الاكل تحفه. بص الزبده بقى على الرز بشعريه واللحمه مستويه وزي القمر ولسان عصفور. جربوا بالطريقه يعني اللي ماما عملتها بيها مع البتنجان المخلل ده، والله الاكل ما خدش كتير على النار. ما تنسوش تحطوا لايك واستنوني في فيديو جديد، وباي باي.